السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. لو اول مرة تشوفوا قناتي من انتوا تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي فكره فطار او فكره لعزومه تنفعكم قوي، حلوه بجد يعني. ممكن نعمل جنبها ورق عنب، طبعا هو ملك العزومات، و ما حبست طبعا ولا سمبوسه ولا اي حاجه، هي كفايه قوي كده لان الشوربه بجد بجد وهم. بسم الله. وهنبتدي المقادير. اول حاجه هنعملها هي الفراخ. هنشوي الفراخ على الطاسه، ولا فرن ولا فحم ولا اي ولا شوايه على الفحم ولا حاجه. ده كيلو ونص من الفراخ، دي فرخه كيلو ونص مفتوحه من الظهر. هنحط عليها نص كوبايه ميه بصل، عليها معلقتين كبار من الخل، عليها معلقتين كبار من عصير الليمون، وهنحط عليها معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من صلصه الطماطم، وربع معلقه من البابريكا، وكمان شوية فلفل اسود. هنسيبها في التتبيلة من ساعتين لليلة زي ما انتم عايزين. هنجيب اي حاجة ما تكونش بتلزق، طاسة او صينية، انا عاملاها في صينية طبعا، وتنسخنها كويس جدا على العين رقم 3 بتاعة البوتاجاز زي ما انتم عايزين. درجة اللون بتاع الشوي اختاروا زي ما انتم عايزين. انا دي عاملاها على العين رقم 3 في البوتاجاز. سخنت البوتاجاز جدا، ونزلت عليه بالفرخة ب3 دقايق من الاتجاه ده، وهعملها 3 دقايق من الاتجاه التاني. لو هتعملوها على العين رقم 2 يعني هيبقى معاكم من 3 ل5 دقايق، حلوة قوي عليها. بس انا كنت عاملاها على العين الكبيرة علشان عايزاها تاخد صدمة وتاخد لون فعلا انها معمولة على الفحم. بصوا الشكل التاني اهو. انا برضه هرجع اقلبها تاني عشان تاخد من جوه. فعلا هتطلع زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو، فحم كأنها معمولة على الفحم. انا ما بستخدمش في فيديوهاتي نهائي فلتر. اللون اللي انتم شايفينه ده هو اللون اللي ظاهر عندي في البيت، عكس اضاءة بقى حاجات بسيطة كده اعلى اقل، بس مش اكتر من كده. وبعد كده هنغطيها ومش هنحط ميه ولا اي حاجه، وهنهدي خالص. لو العين رقم 3 هنهدي يا جماعه زي اعلى من الرز كده، حاجات بسيطه. وهنسيبها حوالي تاخد معاكم نص ساعه 40 دقيقه. ولو العين رقم 2 هنعملها العين المتوسطه، لا العاليه قوي ولا القليله قوي، وهتاخد معاكم برضو من نص ساعه ل 40 دقيقه وتكونوا مغطيين. بعد كده هنخلص وهنجيب بقى فحمايه ونحطها فيها ونغطي ونسيبها حوالي 5 دقايق. نحط كده شوية زيت على الفحمة وخلصت على كده. بجد هتاكلوا أطعم فراخ، مش هتفرق حاجة عن بتاعة الحاتي. محدش هيصدق ان دي معمولة على البوتاجاز. انا عندي والله ما عرفوا انها معمولة على البوتاجاز. طيب نيجي بقى بعد كده هنشتغل في الشوربة. نجيب قطعة زبدة كده محترمة، نجيب فينو بايت او فينو عادي طازة، هنقطعه يا اما حلقات يا اما نقطعه بالورد كده زي ما انتم عايزين. وهنبتدي ننزله في الطاسة بتاعتنا كده اهو، ياخد التحميصة. الاصل بتاع الفينو ده انه بيتعمل زبدة بثوم، بس انا والثوم مفيش عمار بيني وبينهم، فانا عملته بس بزبدة وملح وفلفل مش اكتر من كده. لكن انتوا ممكن تحمصوا كده الفينو، وبعد كده تحمصوا بقى شوية توم وزبدة، وترشوهم فوق الوش داير ما يدوب، ويبقى معاكم كده زي الفل. الفينو ده بيبقى حلو قوي جنب الشوربة، عشان كده قلتلكم ملهاش لازمة السمبوسك او الجلاش باللحمة او الحاجات دي كلها. بس خلصنا كده الفينو، هنبتدي ندخل على الشوربة. في حلة هنجيب قطعة زبدة محترمة حوالي كده يعني قد 4 صوابع كده، وهننزل ببصل مقطعينها مكعبات. في الوقت ده انا هديت النار عشان اولا الزبدة متتحرقش، انا مش عايزة احط زيت. ثانيا انا مش عايزة البصل ياخد لون خالص، لو خدت منكم لون الشوربة هتطلع غامقة قوي وهيطلع ليها تطعيمة مش حلوة. عملت بقى ايه؟ جبت شوية خضار، بسلة وجزر، هو الاصل بتاعها ان بيتحط فراخ، بس انا عاملة فراخ هعمل كمان شوربة بالفراخ، يعني مش منطقي. فحبيت ايه اغير. انا كنت هعمل الرز بالخضار، بس انا قلت اخلي الشوربة احلى. رحت جايبة البسلة ومشوحاهم برضو، كل ده على نار هادية خلي بالكم. ورحت ماسكة بقى ايه 3 معالق دي كده كبار. لو معلقة الاكل ما بيكونوش مليانين، لكن لو المعالق المعيارية فطبعا 3 معالق بيبقوا واصلين ممسوحين يعني في المعلقة المعيارية. وهشوحهم برضو مع بعض لغاية ما احس ان ايه الدقيق ابتدى ريحته ايه تختلف، وريحة الزبدة ابتدت تطغى. هنحط بقى فص توم كده بسيط قوي، وهنشوحه كله مع بعض، وهنجيب شوربة. لو ما عندكمش شوربة طبعا مية بماجي، انا ما بفضلش الماجي خالص في الاكل، بس اهو لو اتزنقنا فيه. بعد كده هنحط الشوربة بقى عليها، واول ما هتغلي هنهدي النار تماما، وهنغطي ونسيب البسلة تستوي. بصوا دي خدت معايا حوالي ربع ساعة. خلي بالكم مش عايزين البسلة تكون مهرية، عايزينها ايه فيها قطمة وتبقى محتفظة باللون بتاعها الجميل زي ما انتم شايفين كده. الدقيق طبعا مع الشوربة تقل، فابتدى يعمل لي قوام كده. شايفين المنظر؟
بس في الوقت ده بقى هبتدي اروح ضايفه. طبعا البخار عمال يعكسني في الكاميرا بس انا بحاول اوريكم المنظر. ادي المنظر اهو، بصوا شايفين الشكل؟ شايفين الشوربه اهي طغت اهي، والزبده الريحه بجد بجد والله العظيم ما ليها حل. بعد كده تلت كوبايه من الكريمه. ما عندكمش كريمه ممكن نحط لبن. حطوا بقى نص كوبايه لبن بدل التلت عشان الكريمه طبعا تقيله، فهنحط نص كوبايه لبن وندوب فيها معلقه صغيره كده من الدقيق ونقلبها ونحطها على النار. بس يا دوبك اول ما هتلاقوها تغلي بالمنظر ده، لو احنا حاطين كريمه هنطفي على طول، لكن لو احنا حاطين دقيق هنسيبها تغلي كلها كده وتعمل كلها بابلز كده، بلالين كده حواليها، ونروح طافين عشان نتاكد ان الدقيق استوى مفيش ليه طعم. متنسوش طبعا بنحط رشه ملح ورشه فلفل، اظبطوا الملح والفلفل زي ما تحبوا عشان الملح والفلفل ده امزجي. طبعا ملك العزومات انا زي ما بقول كده دايما هو الورق العنب. براحتكم او كده بس كفايه، والله فعلا وجبه مشبعه كامله متكامله. اشوفكم في فيديو تاني وسلام عليكم.